المساجد في البيوت كانت تتخذ إلى وقت قريب وتميز وتطيب، ثم غفل الناس عنها وصاروا يصلون في أي بقعة من بيوتهم ودورهم، لأن الدور الآن صارت كلها تصلح لأن يصلى فيها، كلها مرتبة ومنظفة ما قبل، والبيوت فيها شح وضيق، وأيضا وسائل التنظيف والحرص عليها ليس مثل الآن. قبل الناس في قل. على كل حال هذه سنة اندثرت، ويعرف هذا العمود مثلا في وسط البيت أو في زاوية من زواياه يوضع عليه مثل الحجيرة الصغيرة وينظف ويصلى فيه، اتخذ مسجد يصلي فيه الرجال النوافل وتصلي فيه النساء. والأوزاعي الإمام الأوزاعي رحمه الله ذكر أنه يصلي في بيته في مسجده يعني النوافل، فزاره أحد أقرانه ثم دعا الخادم ونهره وقال: هكذا تتركون مسجد الشيخ للصبيان يبولون فيه؟ هكذا تتركون مسجد الشيخ للصبيان يبولون فيه؟ وش كان الجواب؟ دموعه رحمه الله، الله المستعان. فهذه سنة معروفة ومأثورة ومطروقة، النساء تتخذ مكان للصلاة تحفظه من أن يعبث به أحد، ويستمر تنظيفه وتطيبه وتطهيره، وكذلك الرجال بالنسبة للنوافل.